السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله تعالى سنتحدث عن طريقة التخلص من التابعة. لكي تعلموا إخواني وأخواتي أن أغلب الحالات التي تكون تعاني من التابعة فتكون عن طريق المس الوراثي. فأغلب الناس ما يظنون أن التابعة تأتي فقط من سحر كان جديد، لا، ولكن أصل التابعة فهي علة تكون وراثية. إما يكون سحر مصاب به الوالدين في الأصل، أو يكون مس وراثي عن الأجداد. فلهذا ما تجد الفتاة أو الرجل أن من صغره وله وقف حال سام، سواء كان في زواج، سواء في عمل، وحتى إذا كان العمل لديه محق في الأموال، ودائما ما هذا المال يذهب له فقط في الأمراض الكثيرة التي تصيب جسده بدون سبب. فطريقة التخلص من هذه التابعة تكون على حسب نوع العلة. إذا كانت العلة بسبب سحر قديم مصنوع للوالدين، فطريقة علاجه تكون باستحضار السحر وإبطاله وإخراج أو طرد الملك الموكل عليه. أما بالنسبة للتخلص من المس الوراثي، أي يكون مس من الأجداد، فهذه طريقة تكون شوي مستعصية، ولكن بإذن الله تعالى بطبيعة الحال في حل إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لهذه الحالات يكون علاجهم كالتالي بإذن الله تعالى. دائما المس الوراثي يكون له خزام من ملوك الجن، ودائما ما تكون طبقة مكونة من 7 من الجن، وهي السبع يكون جن واحد مارد هو الموكل عليه، فيكون التعامل معه. ولكي تفهموا ليس هنالك وصفة لاستخراج الجن، فالجن يعالج بالجن. فمثل هذه الحالات ضروري من معالج متمكن حتى يوكل خدامه لكي يحرقوا العارض الذي بالجسد الخادم للتعامل.